بسم الله والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتي حياكم الله. سؤال شرعي يسأل بعض الأخوة: متى أبدأ بالصلاة قصرا إذا أردت السفر؟ شخص يريد يسافر ويسأل متى أبدأ بالصلاة قصر. هنالك شروط، متى ما تحققت وجب على المسافر أن تكون صلاته قصر. ما معنى الصلاة قصر؟ كل 4 ركعات تصبح ركعتين، يعني الظهر والعصر والعشاء. جملة من الشروط، أذكر أهم الشروط وليس كل الشروط. الشرط الأول قصد قطع المسافة. ما معنى قصد قطع المسافة؟ معناه أنه لما يخرج من بيته مستعد للسفر يكون قاطع، يكون جازم، يكون مقرر، يكون عازم على أنه يقطع المسافة الشرعية. كم هي المسافة الشرعية؟ كيف تطوى المسافة الشرعية؟ بطريقتين: إما أنه يذهب إلى نقطة مقصد السفر مالته 22 كيلو متر، مع الإياب 22 فيصير المجموع 44. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يقصد مسافة 44 كيلو متر وزيادة، أيضا تطوى بذلك المسافة. فكلاهما يحقق لي طي المسافة الشرعية، إما تلفيقية اللي هي أذهب إلى موكبنا مثل، والموكب مسافة بينه وبين آخر بيوتات البلد 25 كيلو متر مثلا، فلما أرجع أيضا يصير المجموع قد 50 كيلو متر، فتتحقق المسافة الشرعية وزيادة اللي هي 44 كيلو متر. قد بعض الأحيان يبات في الموكب ليلة ليلتين ثم يرجع، ماكو مانع أن يجمع له الذهاب مع الإياب فيتحقق 44 كيلو متر. إذن الشرط الأول هو قصد قطع المسافة. قصد إخواني، والقصد معناه أنه هو متيقن أنني سوف أقطع المسافة الشرعية. الشرط الثاني هو بلوغ حد الترخص. حد الترخص يعني غير المسافة الشرعية. نعم، حد الترخص شيء والمسافة الشرعية شيء آخر. ما هو حد الترخص؟ حد الترخص المكان الذي يصل إليه المسافر بحيث يعتبر عرفا أنه مسافر. يعتبر عرفا أنه مسافر. كم متر؟ كم كيلو متر هذا الحد الترخص؟ ما عندنا تحديد شرعي إخواني، عندنا علامة، وهي أنه أنت لآخر بيوتات البلد، آخر حي بالبلد مالتك عرفا، تتجاوز تمشي فد مسافة تلتفت للبيوتات البلد بعد ما تشوفين أهل البلد ما تشوفهم بسبب بعد المسافة. تقريبا المصداق الواضح فد كيلوين، وهذا ليس بالتحديد الشرعي، هذا أقول مصداق من مصاديق بلوغ حد الترخص وهو كيلوين تقريبا، بعد ما أقدر لا أشوفهم ولا يشوفوني. إذا بلغت حد الترخص وأنا قاصد مقرر عازم أنه أقطع المسافة الشرعية، فأبدأ بالصلاة قصر من تجاوز حد الترخص. بعض الأخوة يشتبه، يقول أنا أبدأ الصلاة قصر لما أتجاوز المسافة الشرعية. هذا اشتباه، هذا خطأ. الصحيح المسافة الشرعية يكفي قصد القطعها، أنا متأكد راح أسير المسافة وزيادة. أما متى أبدأ؟ لما أتجاوز حد الترخص اللي هو المكان والعلامة اللي ما أشوف أهل البلد ولا يشوفوني، تقريبا فد 2 كيلو متر من آخر بيوتات البلد. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.